ويحضر معنا الآن في الأستوديو السيد مراد حطاب، وهو مختص في إدارة المخاطر والأزمات. إذن سيد حطاب، كما كنا نشاهد هنالك أشخاص مع الإضراب وهنالك أشخاص ضد هذا الإضراب، لكن في البداية سنتحدث عن تكلفة الاغتيال هذا الجديد على الاقتصاد الوطني. والله أنا في البداية أخجل من الحديث عن كلفة الإضراب، لأن الإضراب هو في حد ذاته رمزي وأقل ما يمكن أن يقدم لروح هذا الشهيد. وإحنا كما قال المدخل خسرنا آلاف المليارات في الأشهر اللي تعدت جراء الحوكمة الاقتصادية اللي تبنات على التفريط في مقدرات تونس، واللي تبنات على التدين المفرط، واللي تبنات على تصرف كان أدى إلى خسائر كبيرة ياسر في جميع القطاعات تقريبا بدون استثناء. اللي حبيت نقوله أنه الانعكاسات المادية، فما الانعكاس المباشر اللي هو الإضراب اللي هو ما عنده حتى قيمة تقريبا 170 مليون دينار، ولكن الشعب التونسي كي يخرج من الورطة هذه يعوضهم، والشعب التونسي هو شعب بناء يعوضهم ويعوض ما أكثر منهم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الانعكاسات بطبيعة الحال باش تكون في مدى آخر، لكن خليني ساعة نحكي لك على الخارطة نتاع المخاطر الموجودة اليوم في تونس. اغتيال محمد براهمي الله يرحمه هو خلق خارطة جديدة للمخاطر، فيها الخطر السياسي محوري كما يبدو الأمر، ولكن في الواقع الخطر الأساسي اللي يهدد اليوم تونس هو خطر الانهيار الاقتصادي لأربع أسباب. السبب الأول هو السوق المالية، كيفاش باش يكون تحركها وكيفاش باش تكون معناتها ديناميكيتها في المدة القريبة القادمة، بناء على هالمعطى هذا اللي هو هز الثقة لدى المستثمرين في مناخ الأعمال، واليوم ما عادش نجموا نحكيو في تونس على مناخ أعمال. واحد. اثنين، عندنا الموسم السياحي اللي هو في الذروة نتاعو، واللي هو بطبيعته يعاني من مشاكل. نسبة الامتلاء ما تجاوزتش 40% في شهر رمضان، وعندنا خسائر تقريبا 10%. واليوم عندنا إمكانية أنه وحدات تسيير واستقطاب السواح لي تور اوبيراتور والا السفارات تصدر بيانات يا اما باش يعني تدعو رعاياها الى مغادره التراب التونسي، وهذه كارثه لزوز ملايين توانسه يشتغلوا في القطاع هذايا، والا تنبه رعاياها باش ما يجيوش باش ما يقصدوش الوجهه التونسيه، وهذايا معناها خساره فاتحه جدا، والمتسبب فيها بطبيعه الحال نعرفوه شكون المتسبب فيها. اذا ماذا لو تواصل يعني هذا التوتر على المدى الطويل؟ بالضبط. اللي باش نقول لك فما خطر اخر اللي هو تعطل عجله الاستهلاك. احنا توا موسم الصيف هذايا هو موسم استهلاك وموسم تصدير وموسم معناها حركيه اقتصاديه متميزه بصفه عامه. احنا اليوم اذا كان تعطلوا المحركين الاساسيين للاقتصاد اللي هما الاستهلاك والتصدير باش نلقاو روحنا في ورطه كبيره اقتصاديا. ومع ذلك الخطر اللي انا في اعتقادي هو اكبر خطر هو رده الفعل نتاع المؤسسات التصنيف الائتماني العالمي اللي هما فيتش ريتينجز ولا ريتينج اند انفستمنت ولا موديز ولا ستاندرد اند بورز، اللي هما توا مصنفيننا في بي سالب مع افاق سلبيه، وحاطيننا في قطاع المضاربه ينجموا في المرحله الجايه، وهذا اللي متخوفين منه، يهبطوا بينا النسبه اقل ترقيم سي، اللي هو يدل على انه تونس باش تولي منطقه عاليه المخاطر جدا على مستوى الاستثمار، وستحرم من التمويل وغيره وغيره وغيره. بالنسبه لي انا، سواء سقطت الحكومه هذه او ما سقطتش، او تحل المجلس التاسيسي او ما تحلش، في جميع الحالات الانهيار باش يكون اقتصادي، وبطبيعه هذا باش يهز للانهيار السياسي. معناها حتى اللي يحكي تو على ضروره التسريع بالانهيار السياسي، راهو الاقتصاد الانهيار الاقتصادي هو اللي باش يحدد احقاقا للحق الانهيار السياسي، بحكم انه التونسي باش يتمس مباشره في المدى القصير في قوته وفي مختلف دواليب الدوره الاقتصاديه. يمكن برشا ناس يقولوا احنا نبالغوا، احنا ماناش، بالعكس. احنا لو كان نشوفوا التقارير اللي خرجت اللي تقول في 2013 باش نعملوا 4% نسبه نمو، واللي باش نعالجوا الميزان التجاري العجز نتاعو ب 7.2، باش نعالجوا كذلك العجز في الميزانيه ب 5.9. هذه نتصورها مبالغات يعني. ما نتصورش البلاد اليوم باش توصل تحقق نسبه نمو عام 2013. طيب ما هو الحل حسب رأيك؟ الحل هو تكوين جبهه خلاص، وأدعو كل الناس اللي يدعوا للعنف وسحل التوانسة في الشوارع ويدعونا إلى والغوغائيين
والناس اللي ما يحسوش بالانتماء لتونس، والناس اللي وصلونا لزوز اغتيالات. أدعو هؤلاء الناس إلى تركنا في حال سبيلنا، وبالتالي يلزم اليوم المعارضة القوية والأقطاب الصحيحة في المعارضة والخبراء والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام والاتحاد الصناعة والتجارة ياخذوا بزمام الأمور ويكونوا جبهة خلاص على الأقل باش تنقذ تونس من سيناريو الإفلاس. أنا نعطيك بعض أرقام وصلنا لها بفضل التسيير الحكيم نتاع الأشهر الماضية. وصلنا نسبة تداين نتاع 180% من مداخيل الدولة، 27 مليار دولار، صكوك ما نعرفش كيفاش باش نصدروها إلى آخره إلى آخره. معناها وصلنا ل 800 ألف طن من الفضلات مكدسة في الشوارع. هذه هي الحكومة الرشيدة؟ هكا باش تمشي البلاد؟ وأضف إلى ذلك معناها اليوم نتحدثوا على معناها امكانيات معناتها نتاع برامج خوصه وبرامج تفريط في مجوهرات البلاد. هكا شكون فوضك انت باش تبيع معناها المؤسسات الكبرى في البلاد، ماليه وبنكيه ومؤسسات طاقيه وغيره. عدا ذلك ناس تحكي اشهر كامله على الاقصاء والتهميش، وناس حطت اعز الكفاءات في تونس في الثلاجات وخلت البلاد معطله. علاش هكايا؟ ونضيفوا على ذلك من غير حتى مبالغه، من غير حتى شيء، الوضعيه هذه اللي وصلنا لها اليوم صعيبه باش نخرجوا منها حتى بجبهه الخلاص، حتى بالكفاءات، حتى لو كان نجيبوا اكفأ الناس في تسيير الازمات. لانه يعني الاثار اللي وصلنا لها اثار كارثيه باتم معنى الكلمه. والتونسي اليوم مهدد معناها. تو احنا على محل يمكن الناس ما تشعرش به في الابان، ولكن على مدى قصير وعلى مدى متوسط التونسي اليوم مهدد في قوته، مهدد. احنا خسرنا في عام 2013 178 ألف موطن شغل. كيفاش؟ شكرا لك السيد مراد حطاب، وهو مختص في إدارة المخاطر والأزمات. شكرا جزيلا لك على الحضور.